السلام عليكم. قبل البدء صلوا على النبي. اليوم عملت لكم رسمة جميلة مع أجمل قصص صحابة. تعالوا نتعرف على واحدة من هذه القصص مع بعض. هل كنت تعلم من هو الصحابي الذي هجم على الجيش وحده حتى ظن أعداؤه من شدة بأسه أنه شيطان، وأطلقوا عليه بالفعل لقب الشيطان عاري الصدر؟ إنه الصحابي الجليل ضرار بن الأزور. كان ضرار بن الأزور مقاتلا من طراز الأول، شجاعا مقداما يخترق الصفوف بلا خوف أو تردد، مما جعل سيف الله خالد بن وليد يعتمد عليه اعتمادا كبيرا في فتوحاته بالشام، لدرجة أن أصحاب ضرار هو الرجل الثاني في الجيش بعد خالد. وأما بسبب اللقب الغريب الذي أطلق عليه أعدائه، فكان في المعركة أجنادين بين المسلمين والروم، وكان عدد الروم 90,000 مقاتل بينما عدد المسلمين يقارب 30,000 مقاتل. وتميز ضرار في هذه المعركة فأحدث مقتلة عظيمة في صفوف الروم على الرغم من تفوقهم العددي. وفي أثناء المعركة ومن اشتداد الحر، خلع ضرار بن الأزور درعه وقميصه لكي يستطيع التحرك بخفة، فما إن رأوا أعداؤه عاري الصدر حتى قالوا هذه هي الفرصة التي لم تعوض لنقتل الرجل الذي أزعجنا منذ بداية المعركة، فهو الآن بلا درع يحميه. فتجمع عليه الجنود حتى كاد لا يرى، فقتلهم جميعا بلا استثناء، وخرج من بينهم بلا خدش، فأطلقوا عليه لقب الشيطان عاري الصدر. وانتشرت هذه الأسطورة في صفوف الأعداء بسرعة رهيبة، بل تعدت هذا الجيش إلى جيوش الروم الأخرى، وأصبح بعد ذلك يقاتل عاري الصدر متعمدا ليرهب الأعداء، فما أن يروه حتى يفرون من أمامه قائلين جاء الشيطان عاري الصدر، جاء الشيطان عاري الصدر. في تلك المعركة أجندين وصل ضرار رضي الله عنه إلى القائد الروم وردان، وعرفه من تلقاء نفسه إنه شيطان عاري الصدر، فدارت مبارزة قوية بينهما، فاخترق السيف ضرار صدر وردان، وأكمل السيف مهمته في قطع رأسه، وعاد ضرار برأس وردان إلى المسلمين. عندئذ انطلقت من المعسكر المسلمين صيحات تكبير الله أكبر الله أكبر. في حصار دمشق دخل ضرار بن الأزور على جيش الكفار، وأخذ يقتل فيهم يمنى ويسرى حتى خافوا ولم يستطيعوا أن يقاتلوه وجها لوجه، فأخذوا يضربوه بسهام من بعيد. اتخذوا أسلوب الجبناء في قضاء على ضرار حتى سقط أسيرا للروم الكفار، وأرادوا أن يأخذوه حيا إلى الإمبراطور الروماني هرقل في ذاك الزمان ليقدموه هدية، وأي هدية يقدموها له، وهو الشيطان عاري الصدر رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي كان ملقب بهذا الاسم على حد قولهم ليقتله بنفسه، ولكن هيهات لقد أنقذه المسلمون. لو تعرفوا من أنقذه لأصابكم الذهول. قدم خالد ابن وليد رضي الله عنه بجيش كامل يساند الجيش المسلمين ويحاول إنقاذ ضرار، وإذا في الجيش منظر شاب ملثم وجه لا يرى إلا عيناه. الشاب رائع، أخذ يهجم وحده على الكفار، يقتل منهم وينسحب حتى جن جنون الروم اقتلوا هذا الفارس. أخذت الكتيبة تلحق خلف هذا الفارس فاستدرجهم حتى ذبحهم كلهم جميعا، وذهب له خالد ابن وليد لقد ملأت قلوبنا إعجابا أيها الشاب، فقل لنا من أنت؟ نظر إليه الفارس دون أن يجيب أو قتل فيهم وذبح فيهم. وهنا أمر خالد بالهجوم الشامل من الجيش الإسلام على جيش الكفار، وأصر خالد من أنت أيها الفارس؟ فوالله لنكرمك. وهنا كاد يغمى على خالد ابن وليد عندما سمع ذلك الصوت، وهو صوت فتاة ناعم خلعت قناعها، وإذا هي خولة بنت الأزور أخت فارس عاري الصدر ضرار ابن الأزور، وأخذت تسترجي خالد أن يسمح لها بالقتال في الجيش لتقاتل فيه النساء، ولكن هذه الفارسة المغوارة من هذه العائلة الجبارة، عائلة الأزور، عائلة فروسية، والتي أنقذت أخاها من بين أيدي الكفار،
وعادت به إلى المسلمين، وصنعت خولة بنت الأزور كأشجع امرأة في تاريخ الإسلامي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فكيف لا نفتخر بديننا الإسلامي؟ فتاريخنا الإسلامي أحق بأن نفتخر به أكثر. إن شاء الله أعجبتكم القصة وكذلك الرسمة. لا تنسوا المتابعة والمشاركة وشيروا إلى الأصدقاء والدعم من فضلكم إن أعجبتكم القصة فعلا. شكرا جزيلا، وإلى ملتقى وإلى قصة أخرى إن شاء الله.